رجع قال له الملك: بقى معاك كل الأموال دي وتوطي علشان درهم واحد؟ مهنش عليك تسيبه لأي غلام من اللي في القصر. رد الصياد: يا مولاي ربنا يطول في عمرك، أنا وطيت وأخدت الدرهم مش عشان غلاوة الدرهم عندي، أنا رفعته عن الأرض لأن صورتك مرسومة على وجهه واسمك مكتوب على الوجه التاني، خفت يجي حد بعدي ويدوس عليه برجله وهو مش واخد باله، وطبعا أنا أرفض أي إهانة لأي رمز يرمز لك يا مولاي. رد الصياد عجب الملك وأمر له ب4000 درهم. رجع الصياد لبيته وهو معاه 12,000 درهم، وبرغم ان الملك خسر 3 أضعاف المبلغ اللي اداه للصياد مقابل السمكة، بس كان معجب جدا بذكاء الصياد ورده. وبعد أن مضى ما مضى وكان